السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي، معاكم مس ابتسام عبد الحميد، وهنحل مع بعض إن شاء الله امتحانات المحافظات للأزهر وللعام في الكتاب المعاصر. هنا على القناة. طبعا ما تنساش إن هينزل طبعا على القناة برضو حل امتحانات العلوم بس للمرحلة الإعدادية كلها برضو مع مستر عبد الرحمن الصبر. ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتعمل لايك للفيديوهات بتاعتنا اللي هتنزل، وتبعت القناة لكل أصحابك في الفيديوهات عشان الاستفادة. وهنبدأ مع بعض نحل امتحانات الأزهر لأن هم عندهم امتحاناتهم بتبدأ الأول. طيب بسم الله. بقول لك أنا في أول حاجة supply the missing part of the following dialogue. عمر بيكلم علي بيقول له do you like أو do you know that there are many different habitats around the world. هل أنت تعرف إن عندنا بيئات مختلفة أو مواطن مختلفة حول العالم؟ طيب هي المحادثة في أغلب الوقت اغلب الطلاب بيبقى شافوها يا نهار ابيض احنا مش عارفه احلها دي صعبه دي مش عارفه ايه. لا، احنا بنكون جمله عاديه في اللغه الانجليزيه. واحده واحده نقرا الاول السؤال عايز مني ايه او الاجابه عايز مني ايه واحده واحده. طيب يقول لك هنا do you know that there are many different habitats around the world. do اول ما يبقى السؤال بتاعي بادئ بفعل مساعد او ناقص اللي هو do، افعال مساعده زي الام والاز والار، الدو والداز والديد، الهاف والهاز والهاد. تمام. بيبقى على طول السؤال بتاعي اجابته يس نو. فاول ما اشوف دو او داز او حاجه من الخطأ يبقى الاجابه يا اما يس يا اما نو. هنا طبعا هقول له يس اي دو. ايوه انا عارف، ايوه انا ايه عارف. طيب الجمله اللي بعدها دي جمله ولا سؤال؟ علامه استفهام، يبقى ده سؤال. بيقول لك هنا coastal habitat are found along the coast of the sea. البيئات او المواطن الكوستال الساحليه دي بتبقى موجوده على طول الساحل بتاع البحر. يبقى هو بيسأل عن مكانها لانه اداني مكان. اداه الاستفهام اللي بتسأل عن المكان هي where. طيب تكوين السؤال في اللغه الانجليزيه اداه استفهام يجي وراها فعل مساعد او ناقص. هل اي حد هنا عنده فعل مساعد او ناقص في الجمله؟ ايوه عندنا ار، يبقى نحطها where are. طب انا بسأل عن مين؟ على الكوستال هابيتات. where are coastal habitat. هما فين؟ راح قال لك هما موجودين على لونج ايه؟ على طول ايه؟ الساحل. طيب برضو رقم 3 ده ايه؟ سؤال. قال له sea turtles lay eggs on the beach. السلاحف البحرية البيض بتاعها بتسيبه عليه، بتبيض البيض بتاعها عليه على الشاطئ. طيب احنا ممكن هنا ممكن نسأل سؤالين. ممكن نقول what about the sea turtle. what about the sea turtles. ماذا عن السلاحف البحرية؟ هقول لك السلاحف البحرية بتسيب البيض بتاعها على الشاطئ. ممكن نقول لماذا السلاحف البحرية بتزور الشاطئ؟ هنشوف ايه؟ to lay ايه eggs. ولكن what about sea turtle ده برضو كويس ومناسب. طيب تاني سؤال عندنا ملك read and complete the text with words from the following list. انا عندي لست فيها كلمات ومفترض احط الكلمات المناسبة. طيب برضو في ناس بيشوفوا انها صعوبة. لا، انت اهم حاجة تبقى عارف معنى الكلمات بتاعتك وتعرف ترتبها الترتيب الصحيح واحدة واحدة مع بعض. بالك هنا weather يعني طقس، hotter يعني درجة حرارته أعلى، site يعني موقع، change يعني متغير، drought اللي هو الجفاف. مرة واحدة our planet كوكبنا is getting and our not changing. هو الكوكب بتاعنا بيصبح ايه الفترة دي؟ بيصبح hotter، أكثر حرارة، hotter. and our is changing. مين اللي هيتغير بتاعنا؟ الوذر بتاعنا بيتغير، الوذر طقسنا بقى متغير قوي. يعني بنبقوا في فصول شتاء ما فيش شتاء. weather is changing. there are more floods. عندنا فلود وفيضانات، وايه كمان drought اللي هي جفاف. تمام. وعندنا forest fire اللي هي حرائق ايه؟ الغابات. بعد كده first fires قصدي than at any time in history. من اي وقت تاني اخر الفترة دي الفيضانات والجفاف والفايرز والفورست فاير بقت كتيرة قوي. one of the reason for this is the climate change. ده بيحصل بسبب ايه؟ الحاجات دي كلها بسبب climate ايه؟ change. لو جينا نقرا الجملة القطع ده كله على بعضه هتلاقي ان الكلام ماشي صح. يقول لك our planet is getting hotter and our weather is changing
there are more fluids drawn the forest fire than at any time in the history. One of the reasons for this is climate change. لو انا وانا بقرا لقيت في سلاسه في القراءه بتاعتي يبقى انا كده زي الفل. انا الحمد لله القطعه بقى ايه كده، يبقى الكومبليت بتاعي زي الفل. طيب بعد كده السؤال الثالث هنا عندكم بيقول لك سؤال القطعه. سؤال القطعه ده مفيش اسهل منه، ده سؤال اجابات. يعني ايه؟ هو مديك الاجابات، انت كل اللي عليك انك تبحث عنها. طيب بيقول لك انا read the following passage then answer the question، وبعد كده ايه جاوب الاسئله. طيب ممكن نقرا الاسئله الاول قبل ما نحل. طب يقول لك هنا ايه what is the international space station، ايه هي الانترناشونال سبيس ستيشن دي. how long do the astronauts stay on the space station، كم المده اللي رواد الفضاء بيقعدوها على مركبه الفضاء دي. طيب how can astronauts communicate with يعني يتواصل، ازاي رواد الفضاء بيتواصلوا مع عائلتهم. طيب more than كم رائد فضاء بيقعدوا في السبيس ستيشن. لايف ان سبيس ستيشن والحياه في السبيس ستيشن، ايه هي عن الحياه في الحياه على الارض، هل هي سهله ولا اصعب ولا ايه. طيب نقرا مع بعض كده واحده واحده. The International Space Station is a huge spacecraft where astronauts live and work when they go into space. محطة الفضاء، تمام، محطة الفضاء العالمية دي هي محطة سبيس كرافت، محطة كبيرة أو مركبة كبيرة. رواد الفضاء بيعيشوا هناك وبيشتغلوا هناك لما بيبقوا في قاعدين في الصحراء. طيب most astronauts stay in the space station for about 6 months. أغلب رواد الفضاء بيقعدوا هناك 6 شهور. lots of countries الكثير من الدول work together تشتغل مع بعض to make the space station عشان يصنعوا السبيس ستيشن دي. The first piece of the space station went into space in 1998. أول قطعة من السبيس ستيشن دي راحت للفضاء في 1998. Since the first astronaut arrived in 2000 وأول رائد فضاء وصل في سنة كام؟ 2000. ولك more than 20 astronauts from 19 countries have stayed there. يقول لك ان في حوالي اكتر من 20 رائد فضاء من 19 دولة مختلفة موجودين هناك. life on the space station is different. الحياة في السبيس ستيشن مختلفة عن الحياة في الارث في كوكب الارض in many ways. ازاي؟ بيقول لك هنا ان space في الفضاء washing الغسيل sleeping النوم and eating الاكل can be difficult صعبين قوي. ولكن communication is not a problem. التواصل مش مشكلة. ليه التواصل مش مشكلة؟ astronauts اللي هو الفضاء رواد الفضاء can send emails or make phone calls to their family. التواصل سهل لان رواد الفضاء يا اما بيبعتوا ايميلات يا اما call their family بيتصلوا باهلهم. طيب نرجع بقى للاسئله كده. قال لك هنا what is the International Space Station، ممكن نقولها it is a huge spacecraft where astronauts live and work when they go into space. ممكن برضه عشان تبقى واضحة شوية نجيبها هنا من القطعة is a huge space where astronauts live and go into space ونكتب عليها رقم 1 مصر. تمام. طيب السؤال التاني بيقول لك هنا how long do the astronauts stay in the space station، كم المدة بتاعت رواد الفضاء اللي بيقعدوا في السبيس ستيشن. احنا لسه كنا قايلين ان رواد الفضاء بيقعدوا زي حوالي 6 شهور، فهنقوله هنا they stay for about 6 months. بيقعدوا حوالي 6 شهور. طيب how can astronauts communicate with families، بيتواصلوا ازاي مع الفاميليز. ده كان في اخر سؤال في القطعة. they can send emails or make phone calls to their family، يا اما بيبعتوا ايميلات او phone calls اللي هي اتصالات. فاحنا ممكن نقول they send emails or make
phone calls. بس كده. كده إجابتك كاملة يا سنة تالتة. طيب نكمل هنا. more than astronauts have stayed on the space station. لو انت طلعت فوق هنا تاني هتقولك ايه؟ more than 200. فالإجابة بتاعتنا تبقى 200. طيب life on space station، الحياة على مركبة الفضاء دي هتبقى ايه من الحياة على الأرض؟ same ولا similar ولا different ولا like؟ أولا same شبه similar شبه like. ولو طلعنا فوق عندنا هنا في القطعة هنقوله هنا life on the space station is different. فالإجابة بتاعتنا هتبقى different مختلفة. وبكده نكون حلينا سؤال القطعة. سؤال أصلا هدية على الامتحان لأن الإجابات كلها موجودة في القطعة. بعد كده السؤال الرابع عندنا هو سؤال choose الاختياري. choose the answer the correct answer. to is to say you will do something. الكلمة دي معناها إنك بتوعد حد أو بتقول حاجة وأنت هتعملها. ده معناه إنك بتوعده إنك هتعمل الحاجة دي. يعني إيه يوعد؟ هي promise يعني يوعد. طبعا produce يعني ينتج، protect يعني يحمي. after مها TV she slept. طيب احنا عندنا قاعدة دلوقتي. عندنا ايه؟ عندنا قاعدة. القاعدة دلوقتي احنا عندنا قاعدة السنة تالتة. القاعدة بتاعتكم لازم تبقوا عارفين القواعد بتاعتكم، ولازم لما يجي لكم سؤال قاعدة في روابط بالذات تفتكروا القاعدة. طيب عندنا أول حاجة هي after. عندنا after من الروابط اللي يجي بعدها ماضي تام، وهنا ماضي ايه؟ ماضي بسيط. طيب ده لو في فاعل، لو في ايه؟ لو في فاعل. طيب بيقول لك عندنا برضو after من الحاجات الافعال من الروابط لو مفيش فاعل هنجيب فيرب مضاف له ing على طول. طيب نرجع كده للسؤال عندنا هنا. بيقول لك هنا ايه؟ after مها عندي فعل اهو she slept، ده ماضي بسيط. انا محتاجه ايه؟ ماضي تام. الماضي التام هنا ايه؟ had watched. A university student الطالب الجامعي when he passes his final exam. الطالب الجامعي بيحصل فيه ايه لما هو بينجح في الفاينل اكزام، الامتحانات الاخيره بتاعته؟ starts بيبدا ولا graduates بيتخرج ولا presents بيقدم ولا stops يتوقف؟ طبعا هتبقى graduates اللي هي ايه؟ يتخرج. نوال hopes that she will be able to. طيب احنا عندنا القاعده بتقول ايه؟ القاعده بتقول عندنا يا سنه ثالثه subject be able to زائد المصدر. زائد ايه؟ المصدر اللي هو لديه القدرة. طب السبجكت البي دي اختصار لمين؟ لام with وار. مين بياخد الام؟ الاي. مين بياخد الاز؟ الهي والشي والات واي اسم مفرد طبعا. الار الوي واليو والذي واي اس جمع. هيجي وراهم able to بعد كده فعل في المصدر يعني بدون اي اضافات. طب لو رجعنا للقطعة بتاعتنا هنا تاني او للسؤال هنا. طيب السؤال الرابع ده سنة ثالثة. بيقول لك هنا will be able to تنبؤ في المستقبل أو لديه القدرة على عمل شيء في المستقبل. طيب القاعدة دي كانت بتقول إيه؟ كانت بتقول لنا subject will be فعل في المصدر من am was و are. تمام. بعد كده able to هيجي وراه فعل في المصدر. يعني إيه فعل في المصدر؟ بدون أي إضافات. طيب فين لو طلعنا نيجي تاني للحل بتاعنا او للسؤال بتاعنا، فين المصدر هنا؟ worked اخرها ed ما تنفعش. working اخرها ing ما تنفعش. works ما تنفعش. الوحيده المصدر هي مين؟ work. فخلي بالنا واحنا بنحل. بعد كده عندنا السؤال اللي بعده بيقول لك هنا complete the sentence with the correct form of the word in the practice. عندي كلمات او هي اصح تبقى كلمات يعني عايزه اصححها، اغلبها بتبقى عن القواعد. تمام. طيب هنبدأ مع بعض الأول نشرح القاعدة. يقول لك هنا this school built 5 years ago. أول حاجة أنا عندي ago. عندي إيه؟ ago دي كلمة دالة على الماضي البسيط. طيب هو أنا ينفع نقول إن المدرسة بنت نفسها من 5 سنين؟ ما ينفعش نقول طبعا المدرسة بنت نفسها من 5 سنين. يبقى ده مبني للمجهول. المبني للمجهول بنبدأ بناء بالفعل اللي هو المفعول، حاجة غالبا بتبقى غير عاقل، هيجي وراها was أو were زائد البي بي اللي هو التصريف التالي past participle. طيب احنا عندنا تعالى نرجع للسؤال بتاعنا كده. بيقول لك هنا ايه؟ this is school مفرد اهو، حاجة مفرد حاجة واحدة، يبقى اما was يا اما were هتبقى was. طيب التصريف التالت من built ايه؟ built. ايه اللي هيحصل؟ حرف واحد بس ايه ولا هيتغير؟ بدل الدي تبقى تي.
طيب if it heavily we will use umbrella. طيب القاعدة التانية هي قاعدة if عندنا حالة صفرية وعندنا حالة أولى وعندنا حالة تالتة. طيب الحالة اللي قدامنا دي هي الحالة التانية أو الأولى. عرفنا منين إنها حالة تانية أو أولى؟ هناخدها واحدة واحدة. بقولك هنا if لو جه وراها مضارع بسيط يبقى هنا will إيه؟ subject will زائد المصدر. طيب يبقى دي حالة أولى. طب إيه هو المضارع البسيط يا مس؟ قالك المضارع البسيط إن عندنا هي أو she أو it أو أي اسم مفرد هنجيب فعل آخره es أو ies، ولو في not هنجيب طبعا مي doesn't. تمام. إنما لو لقيت I we you they أو أي اسم جمع هنجيب فعل في المصدر، هنجيب فعل في الايه؟ في المصدر. ولو حاطط لي not يبقى عايزك تجيب مي don't. طيب ده في الحالة الأولى. يبقى الحالة الأولى لو لقيت will يبقى عايز مضارع مي بسيط بعد if. طب لو لقيت بعد if مضارع بسيط يبقى عايزك will والايه؟ والمصدر. الحالة التانية بقى if برضه بنبدأ بيها بس هنا بيبقى ماضي بسيط. في الحالة دي قال لك هنا هتبقى subject would والمصدر والمصدر. طيب الماضي البسيط قلنا ايه مثل الماضي البسيط ده فعل يبقى اخره دي اي دي اي اي دي. لو منتظم غير منتظم irregular نحفظه. لازم نبقى حافظ، لازم نبقى ايه؟ حافظ. تمام ولا مش تمام؟ تمام. طيب تعالى نرجع هنا للسؤال بتاعنا تاني. يقول لك هنا if it not heavily we will. في will والمصدر يبقى حالة أولى ولا تانية؟ أولى. الحالة الأولى في if مين بيبقى جاي بعدها؟ المضارع البسيط. المضارع البسيط مع it لازم فعل آخره ses يبقى هنا هتبقى rain. اس المفرد هنضيف لها اس ايه؟ المفرد. تمام. نكمل مع بعض تاني بقى. السؤال الأخير our grandparents used to. احنا عندنا اعتداء في الماضي. اعتداء في الماضي يعني كم اعتدى على حاجة وبطلها. القاعدة بتقول subject used to زائد فعل في المصدر. يبقى أنا عايزة فعل في المصدر هنعمل ايه في living؟ هنشيل منها ing نحذفهم كده ونحط نرجع الاي بتاعنا يبقى فعل في المصدر live. تمام. طيب بيقول لك هنا write a paragraph of 6 sentences about a famous person. اكتب باراجراف عن شخص مشهور. طبعا كل واحد ليه الحرية انه يكتب عن اي شخص هو بيحبه، ولكن اسهل شخص ممكن تتكلم عنه هو محمد صلاح. ممكن نقوله a famous person او one famous person I like. نقوله is محمد صلاح. طيب نبدأ بقى نعرف مين محمد صلاح ده. نقول مثلا محمد صلاح نقول he is a famous footballer. طيب ده هو بيلعب فين؟ نقوله he plays for Liverpool. هو بيلعب لصالح ايه؟ ليفربول. يعني he is Egyptian with big smile. ابتسامة ايه؟ جميلة. طب انت بتحب محمد صلاح ليه؟ او ليه انت فخور بيه ان هو famous person؟ هقول I like محمد صلاح because he donate money to charity and help poor people. وبيساعد الناس ايه؟ people. بيساعد الناس ايه؟ المحتاج. طيب هو طالب منك في طلاب الازهر 6 جمل. انت لو اكتفيت بده عايز تكمل الاخر براحتك. طبعا كل ما تكتب اكتر كل ما تبقى ايه؟ تبقى احسن. ممكن نبدا نوصفه اللي هو عنده curly hair dark skin. he is clever footballer لاعب محترف. وممكن نقوله
he plays football well and he scores a lot of goals. ودخل أهداف إيه؟ دخل أهداف كتيرة. طيب لحد هنا كده ممكن نكتب